هلأ أما ندوقها نشوف طعمتها كيف طالعة. طعمتها طالعة كتير طيبة، صحتين وهنا. مرحبا متابعيني الحلوين، خلينا نعمل سوا القطر. هلأ خلينا نعمل الحلا اللبناني معمول مد بالقشطة. هلأ نحتاج لكاستين من السكر وكاسة مي للقطر. نرفعها على النار. قبل ما أطفي تحتها حطيت لها شرحة ليمون. هلأ برفعها على النار. هلأ رح بلش أعمل قشطة. عندي هون لتر حليب، بس ما رح أعمل لتر، رح أعمل 3/4 من الحليب. هلأ ببلش بحط الحليب. هلأ هون عندي كوب من سميد الفرخة. بحركهم شوي على البارد، بعدين برفع على النار. هون رفعتها على النار، بحركها لحتى تتقل عند القوام. هون بعد ما تقل عند القوام هلأ بحط علبة قشطة جيمر ونزلتها على النار. راح احط نقطتين ماء ورد اختياري. هلا بفضيها بشي زبدية وبحط ببردها وبحطها بالفريزر لتبرد شوي. هلا راح بلش بالمعمول. عندي هون كاسين سميد وسط. هلا بضيف كاسة ونص من الطحين. هلا راح اضيف كاسة سكر بودرة. طبعا فيكم تضيفوا سكر الخشب. عندي هون نص معلقة كربونات الصوديوم، ملعقة صغيرة خميرة. هلا بخلط المكونات الجافة مع بعضها. عندي هون نص كوب من السمنة. هلا بفركن شوي مع بعضهم مع السمنة. هون أنا عندي كاسة حليب، راح أحطها شوي شوي وأنا عم بعجن. احتمال ما أحط كمية كلها. هون خلصت عجنة. طبعا ما أخذ معي كل الحليبات، 3/4 الكاسة أخذ. طبعا هون ضيعت العجينة نص ساعة. هون جبت ورق زبدة وكورتها لكرة هيك، وهلأ راح مدها. هون جبت بايركس لأضغط عليها لتمد معي شوي. متابعيني الحلوين، بتمنى تتابعوني على قناة اليوتيوب، صفحة الفيس وصفحة التيك توك. تكتبوا لي بتعليقات من وين عم بتتابعوني، واللايك للصفحة. اللايك كتير مهم ليوصلكم كل فيديوهات. هلا بقطعها من اطراف هلا تدخل على نفس الحجم البايركس من فوق. هلا بدهن الصينية بالسمنة شوي وتجيب قطع البقياني وبمدها هيك. مديتها وحاولت تغطي من اطراف كرمال القشطة ما تطلع. هلا طلعت القشطة من الفريزر وهلا بمدها. هلا القطعة اللي جهزناها بمد فوقها. عندي هون نزل اقدر اشيلها تحت فبقي فضاوة. راح جيب شوي من العجينة اللي بقيت، راح مدها وغطيها. هلا بجيب السكين وبقطعها، بس ما بغمقها، ما بنزل فيها لتحت، بعلمها تعليم. هون مشان يطلع منها الهواء بغرزها بالسكين. هلا باخدها على الفرن على درجة حرارة 200. طبعا شغلته مسبقا. هلا طلعته من الفرن، ما شاء الله شكله بجنن. هلا بسكب عليها بالقطر. اخدوه بالفرن 25 دقيقة. طبعا هون القطر عندي بارد والمعمول سخن. هلا بحط على الوش فستق حلبي ناعم.
هاد كان وصفتي لليوم، بتمنى إذا عجبكم الوصفة تكتبولي بالتعليقات، بستنى عليها لتبرد بقطعها. هلأ مندوقها نشوف طعمتها كيف طالعة. طعمتها طالعة كتير طيبة، صحتين وهنا.